يا مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بيشاهدني فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل متابعينا الغاليين، يا رب تكونوا بخير. شرفتوني ونورتوني النهارده ان شاء الله. معانا تردد باقة قنوات 12. هنبدأ مع بعض نتعرف على الباقة ديت وازاي ان احنا نضيف الترددات الخاصة بيها على الريسيفر، عشان نبدأ مع بعض نتعرف على القناة الجديدة اللي لسه نازلة حالا على تردد جديد، وهي قناة 12 تركية. كل ده هنبدأ مع بعض نتعرف على الباقة كاملة. الباقة مكونة من كام قناة؟ كل ده النهارده ان شاء الله هنبدا نتعرف من خلال الفيديو ده. هنبدا مع بعض ننزل القنوات ديت بكل سهوله. كل اللي على حضرتك ان انت تتابعني وتتابع الفيديو ده للنهايه. لو اول مره تشوفني يسعدني ويشرفني ان انت تنزل تشترك معايا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل مواد جديد وحصري ان شاء الله. فيلا بينا عشان ما نطولش عليكم، هنبدا نصلي على النبي ونبدا نخش على المنيو. ما تنساش ان انت تشاهد الفيديو ده للنهايه، بس احلفك بالله ما انت طالع من الفيديو ده الا ما تضغط على اللايك اللي تحت الفيديو ده، تضغط على علامه اليد كده، يبقى انت عملت حركه او عملت ليا لايك للفيديو ده. هنخش على المنيو. اتكلمنا كتير، هنخش على المنيو وبعد كده بنروح على التركيب، نختار رقم سري بيكون 4 اصفار. بعد كده بنروح على قائمه الترددات. من هنا هتظهر معانا الواجهه اللي حضرتك شايفها. بروح على قمر ناسات 301 هنا عشان اضيف الترددات اللي معايا. عايزك تركز معايا عشان النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض نضيف الترددات ديت. فالنهارده معانا ترددين اتنين هينزلوا معانا جميع القنوات. طيب اول تردد ايه؟ اول تردد هروح على كلمة اضافة باللون الاحمر، وبعد كده ببدأ اكتب التردد وهو 11 0 9 6. معدل ترميز وهو 27500. اما القطبية بخليها افقي او حرف الاتش. طبعا التردد ده حزمة عامة. بعد كده بضغط اوكي على التردد، هيقول لك ان التردد موجود. بضغط علامة الصح عشان احدد التردد واتاكد ان التردد ده جايب معايا اشارة كويسة. بعد كده بروح مرة اخرى عشان اضيف التردد الثاني. التردد الثاني هيكون زي ما حضراتكم شايفين 10815 زي ما حضراتكم شايفين. طبعا التردد ده الغني عن التعريف، بخليه زي ما حضراتكم شايفين كده معدل ترميز 27500. هنا الاستقطاب او القطبية بخليها افقي او حرف الاتش. بعد كده بعلم علامة الصح، وبعد كده طبعا الترددين دول حزمة عامة جايبين معايا اشارة كويسة. بعد كده بروح على زر البحث، هتظهر معانا الواجهة اللي انت شايفها دي، بيقول لك حفظ البيانات. بعد كده لحظات هيبدأ ان هو يظهر معانا الخانة الخاصة بالبحث. هنا بقول لك البحث عن الشبكة خليها غلق. هنا نوع القناة زي ما حضراتكم شايفين. هنا نوع البحث بخليه التلفزيون، وبعد كده بضغط اوكي. مباشرة بيبدأ يعمل عملية بحث عن القنوات اللي موجودة على الترددين اللي احنا ضفناهم. اول تردد نزل معانا حوالي 26 قناة. اما تاني التردد وهو هيبدأ ينزل معانا كمية كبيرة من القنوات. الترددين نزلوا معانا حوالي عن 55 قناة. بضغط على كلمة نعم ويلا بينا نروح نشوف الباقة دي بعد ما نزلت على الريسيفر. وبعد ما نزلنا القنوات على الريسيفر هتلاقي معانا اول قناة وهي قناة 12 تركية. وزي ما حضراتكم شايفين القناة مكتوب عليها اتش دي. اما القناة بتشتغل على اي ريسيفر سواء اس دي او اتش دي. طبعا القناة بقول لك كده قريبا ده اللي هي موجودة على التردد اللي انا قلت لك عليه اللي هو 11095 افقي. ده بالنسبة لتردد قناة 12 تركية. خلينا نروح نشوف تردد قناة 12 عربية، واللي هي قناة مميزة والناس كتير بتبحث عن القناة دي. طبعا ده اسم الاول. خلينا نخلص الاول القناه ديت. ده اسم القناه وهي 12 تركيه. القناه بتشتغل على جميع الرسوفرات، وده التردد ده اللي هو 11096 افقي. خلينا بقى نروح نشوف ايه القناه الثانيه اللي نزلت معانا، وهي طبعا زي ما حضراتكم شايفين القناه وهي نازله باسم 12 عراقيه. قناه 12 عراقيه نازله معانا، وزي ما انت شايف ده اسم القناه 12 عراقيه. خلينا نشوف الصوره الخاصه بالقناه. طبعا الصورة الخاصة بالقناة وهي 12 عراقية زي ما حضراتكم شايفين. كل القنوات مكتوبة عليها بتقنية الاتش دي. اما هي بتشتغل على اي ريسيفر سواء اس دي او اتش دي. وده التردد الخاص بقناة 12 عراقية اللي هو 11096. خلينا نروح نشوف القناة اللي بعد كده. القناة اللي بعد كده وهي قناة 12 عربية. قناة 12 عربية من القنوات المميزة اللي ناس كتير بتبحث عن القناة ديت.
فانا النهارده من خلال الفيديو ده جمعت لك الباقه دي كامله، وان شاء الله فاضل معانا هي قناه 12 بغداد، وطبعا دي قناه 12 عربيه زي ما حضراتكم شايفين. اللي فاضل معانا هي قناه 12 بغداد. ده كل اللي عليك ان انت ان شاء الله في الفتره اللي جايه على تردد اللي هو 10 815 هيتم النزول عليه قناه 12 بغداد. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه حلقتنا، وان شاء الله كده انتظرونا في كل مواد جديد وحصري. اشوفكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.